بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير. ايه رأيكم بقى في الطبق الجميل ده وفي الجمال ده كله؟ بصوا بقى الكفتة البانيه دي بقى تعملوها بقى في السنة الجديدة، سنة جديدة وسعيدة عليكم ان شاء الله. بصوا بقى الجمال والحلاوة، بجد روعة بتتحدث عن نفسها. هنعملها مع بعض بقى بخطوات بسيطة وجميلة وان شاء الله هتعجبكم. تابعوا الفيديو وشوفوا هنعملها مع بعض ازاي. بينا بقى نفتح واحدة بقى ونشوف الجمال والحلاوة. بصوا بقى يا حبايب الجمال، بصوا تحفة ومستوية ولونها بصوا في منتهى الجمال. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي مع بعض. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا يا حبايبي. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دسم بسيطة، معايا هنا معلقتين بقسماط، معايا البضاية، معايا هنا توابلنا فلفل اسود، جوز الطيب، 7 بهارات، بابريكا وملح، ومعايا بصلاية هنا ومصفياها. بس كده دي كل المقادير. ننزل اول حاجة كده بالبصلاية المفرومة مصفيينها. اهم حاجة تصفوها من المية عشان خاطر ايه الكفتة ما تفكش مننا. وهننزل بالبضاية، وهننزل كده بمعلقتين البقسماط، وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا فلفل اسود، جوز الطيب، 7 بهارات، بابريكا وملح. بس كده دي التوابل بتاعتنا. هنبتدي بقى نعجن مع بعض الايه الكفتة بتاعتنا. ادينا بقى كده وهنقلبها كويس جدا. منها هنعجنها بدل ما نضربها في الكبة، وهنعجنها بايدينا كده عشان تطلع معانا الكفتة بتاعتنا ناعمة وجميلة. بصوا هنفضل نقلب فيها كده لغايه ما تتمزج معانا، ولو حسينا ان هي محتاجه بقسماط هنديها كمان معلقه بقسماط. كده خلاص. بصوا عجلنا الكفته بتاعتنا وبقت جاهزه معانا وتمام. بصوا ما شاء الله، بصوا قوامها. بس كده انا مش عايزاها طريه قوي ولا ماسكه قوي. كده كده احنا لسه هنعملها في البقسماط. وكده خلاص بقت جاهزه معانا. هنصبحها مع بعض، وهنبتدي بقى نشكل الكفته بتاعتنا. هنصبحها كده ونحاول نبططها بايدينا. بصوا بقى الحجم ده كده بالنسبه لي مناسب جدا. هنحاول بس نقفلها كده من الجناب ونعملها كده بشكل بيضاوي. هنعمل واحده تانية كمان كده. مش هنعملها زي الكفته العاديه، هنعملها بس زي البانيه كده. بس كده نقفلها بس من الحروف ونبططها بايدينا. هنكمل الكميه كلها بقى حبايبي ونرجع لكم. خلاص احنا صبعنا الكفته بتاعتنا، وبصوا عملناها مبططه ازاي عشان تطلع زي البانيه الجاهزه اللي بنجيبها من بره. يلا بينا نعملها بقى الكراست بتاعتها. البدايه هنا طبعا احنا هنستخدم بدايه واحده بس كفايه. هنقلبها بقى وننزل عليها بالفلفل الاسود. بس كده تمام. معانا هنا الفيجيتار بتاعنا، معايا بقسماط وفيجيتار. انا مستخدمه ميكس بين الاتنين، انتوا براحتكم. حابين تستخدموا فيجيتار بس براحتكم. بقى في البيت كده حبايبي نحاول بس بالشوكة كده، مش هنمسكها. نحاول بس نقلبها كده ونصفيها وننزل بقى بيها على الكراست اللي احنا هنعمله بايدينا بقى. هناخد بقى الكراست ده كده ونغلفها. بصوا بسيطة جدا وسهلة والنتيجة حلوة. اهم حاجة بقى نبططها كده عشان تطلع زي الجاهزة وتستوي معانا كويس جدا. بصوا ما شاء الله. بس كده هنغلفها بس كويس ونحاول بايدينا كده نصفيها من البقسماط او الفيجيتار. هنعمل واحدة كمان معاكم بنفس الطريقة بالشوكة كده. بس هنحاول نقلبها في البيض بس كده ونصفيها بقى هنصفيها بس وقعت من ايدينا بس كده. وهننزل في الفيجيتار بتاعنا.
كده نضغط عليها كده تمام زي الفل. هنعمل كمان واحدة بالكفتة بتاعتنا في قلب البيض، وبالشوكة كده هنقلبها تقليبة خفيفة. وهنصفيها كويس وننزل بقى بالكراست بتاعتنا اللي احنا عملناها، وبايدينا بقى هننزل كده ايه نضغط عليها وهنبططها عشان ايه تستوي معانا كويس جدا. عشان طبعا دي مش مفرغة من جوه، لازم ايه نضغط عليها بايدينا كده كده. خلاص هنعمل واحدة كمان معاكم. هننزل في البيض بنفس الطريقة، بصوا بسيطة جدا اهي. نحاول بس ايه نرفعها كده بايدينا من غير ما نمسكها، وعلى الكراست بتاعتنا. بصوا جميلة جدا والاولاد هيحبوها قوي عن الكفتة العادية. تغيير برضو لازم ننوع في اكلنا يا حبايبي. هنعمل بقى الكمية كلها ونرجع لكم. كده خلاص عملنا الكفتة، غلفناها بالكفر بتاعها. بصوا بقى جمالها، كفتة البانيه جميلة جدا. هندخلها بس على الفريزر تتشمع بس ايه 5 دقايق ونرجع لها تاني. الكفتة بتاعتنا كده اتشمعت، هناخدها بقى على الزيت نقليها مع بعض. وهننزل بقى في الزيت كده الكفتة بتاعتنا. بصوا بقى متماسكة وجميلة ازاي. اهم حاجة بقى حركة ايه انك تحطوها في الايه في التلاجة شوية تتشمع معاكم، دي مهمة جدا يا حبايب قلبي. بصوا النتيجة هتطلع معاكم روعة. هننزل بقى بالكمية كلها كده. طبعا على نار متوسطة مش عالية قوي، بس ننزل بالزيت سخن واحدة واحدة تدريجيا كده، ما ننزلش مرة واحدة بالكفتة بتاعتنا عشان الزيت ما يبردش. انا هنزل كده ايه الكمية كلها، بس مش هنقلله على طول، هنستنى عليها شوية وبعد كده نقلل دقيقتين بس وهنبتدي نقلب. هنبتدي بقى نقلب كده، هي يا دوبك ما بتاخدش ايه 5 دقايق بس. بنهدي النار بس عشان تاخد معانا لون حلو. بص بقى لون الجلد الجميل، ما تزوديش عليها بقى في التسخين. بص بقى الجمال والحلاوه والريحه بقى، ما اقولكوش بجد الريحه روعه ومنتهى الجمال. خلاص ما خدتش معانا 5 دقايق يا حبايبي. بصوا اللون بقى في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نطلع كده على مناديل المطبخ. بص بقى لونها بجد روعه. الله بقى على جمال الكفته البانيه. نطلعها كده يا حبايبي ونرجع لكم تاني. وكده بعد ما طلعنا الكفته بتاعتنا، بصوا بقى لونها وجمالها بجد في منتهى الجمال. والريحه بقى ما اقولكوش على جمالها، بجد ريحتها ذكيه جدا، هتجيب معاكم بقى لاخر الدنيا. ما شاء الله طريقتها جميله جدا وبسيطه، وتغيير بقى عن الكفته العاديه. لو عجبكم شكل الطبق الجميل ده بقى ما تنسوش لايك بقى حلو للفيديو الجميل ده، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.